مساء الخير يا جماعة، هكلمكم النهاردة على موضوع مهم جدا. عملية الاستيراد العشوائية دي معناها ايه؟ او انا اقصد بيها ايه؟ عارفين المركب لما يبقى عليها 4 5 صيادين ولا 6 صيادين، وكل واحد بيقدف في اتجاه، ده بيقدف يمين وده بيقدف شمال وده بيقدف قدام وده بيقدف ورا، عمرها ما بتتقدم لقدام. وده حالنا بقى في مصر دلوقتي. كل واحد بيطلع في دماغه ويقول لك انا هعمل شركة استيراد تصدير او هعمل مصنع او هعمل شركة دون دراسة احتياجات البلد او احتياجات السوق، ويدخل يعمل شركة مع نفسه كده ويقرر يشتغل في مجال ممكن يكون عنده فيه خبرة او ما عندوش فيه خبرة، ويبدأ يجيب بضايع وسلع من بره مصر تدخل السوق دخول عشوائي غير مدروس، وترتب التزامات مالية علينا. وفي النهاية نبص نلاقي نفسنا إما إن البضائع مكدسة في المواني ونثقل على البنك المركزي ونخنقه زيادة بضرورة دفع المواد اللي موجودة في المواني ودخولها البلاد، أو إن إحنا بنتركها فترات طويلة قوي ترتب غرامات زي ما اتكلمنا قبل كده، وبالتالي النتيجة ما بتبقاش لطيفة. وأنا من وجهة نظري إن عملية الاستيراد دي لازم تتقنن، ولازم ندخل نمشي في اتجاه إن وزارة التجارة والصناعة الدولة تتدخل، ووزارة التجارة والصناعة بصفتها أحد المؤسسات الحكومية الهامة تدخل وتنسق الموضوع دوت، ولتكن تنشئ إدارة مختصة بالموضوع ده بقى بتنظيم الصادرات والواردات المصرية عن طريق الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تفعل دورها ونخلي المستوردين كلهم، كل من يحمل بطاقة استيراد سواء مصنع أو شركة يروح يقدم على الاحتياجات اللي هو عايزها. هو بالفعل بيعملوا كده، بس يتم دراسة فعلية طبقا للموارد المالية المتاحة بالتنسيق مع البنك المركزي. ما تتجابش حاجة مش معروفة تدفع منين، أو البنك المركزي حتى في تاريخ استحقاقها لو هي غالية، لو هي بتسهيلات موردين تبقى معروفة إنها في تاريخ استحقاقها هيتم دفعها للمورد، والدولة مش هتبقى عندها أي عبء في دفعها. ولازم تكون السلعة دي لها أهمية قصوى في العملية الإنتاجية أو في عملية في الدواء أو في التغذية لمصر، للسكان مصر. دي عناصر مهمة جدا لازم نخليها في اعتبارنا وإحنا بندرس الموضوع دوت، لأنه موضوع خطير جدا على الاقتصاد المصري، وعمال يحمل على القيادة السياسية إن إحنا عندنا كناتر وإن إحنا عندنا بضائع مرمية في المواني، والدول بره تقعد تقول الكلام ده. هم مش غلطانين، ده إحنا اللي غلطانين إن إحنا بنجيب زيادة عن قدرتنا اللي إحنا ندفع، مش قدرة المستورد نفسه، قدرة الدولة على إنها إحنا عايزين نقلل الواردات بتاعتنا بأكتر قدر ممكن نقدر عليه. وبالنسبة للصناعات الوسيطة إحنا نعمل بيها حصر ونشوف المواد الخام اللي بنستوردها دي امتى نقدر نستغنى عنها ونحولها لمنتج محلي. والموضوع ده هيبقى موضوع مهم جدا وموضوع كويس جدا للاقتصاد المصري.